تعالوا نحضر أسهل وأطيب وصفة فطائر تفيدنا بالعصرونية ويا استكان شاي. طبعا الطعم والريحة نهاية العالم، جربوها كتبوا لي رأيكم بالتعليقات، ولا تنسون إذا الفيديو عجبكم تحطون لايك وتسوون تعليق وتشاركون الفيديو لأصدقائكم، وألف ألف عافية. يابا أول شي نجيب كوبين ونص من الحليب، أهم شي يكون دافي. بعدها نضيف كوب من الزيت، نص ملعقة أكل من الملح نضيف، وملعقة أكل من الشكر. بعدها نجانس المكونات، ونحتاج كيلو من الطحين نضيف 3/4 وشوية نحرك المكونات. بعدها نضيف ملعقة أكل خميرة ونضيف باقي الطحين، ونبدي نعجن بيها إلى أن يصير عندنا بهذا الشكل مثل ما تشوفون بالفيديو. بعدها نقبضها ونخليها تقريبا نص ساعة تتخمر. هسه يابا نحتاج شوية من الفلفل الأحمر والمعدنوس والجبن. بعدها يابا نجيب العجينة مالتنا ونضيف المعدنوس والجبن والفلفل الأحمر، ونبدي نعجنهم كل زين. وبعدها شوي نخلي زيت بإيدنا ونبدي نكورهم بهذا الشكل، طبعا طريقة كل سهلة. بعد ما نكمل الكمية كليتها نغطيهم ونخليهم تقريبا ربع ساعة يرتاحون. وبعدها نجيب كاسة ونحتاج صفار البيض وشوية نخلي خل أبيض حتى لا يصير عندنا زفرة، وندهنهم بهذا الشكل وندخلهم الفرن على درجة حرارة 180 190 فوق وجوا تقريبا 20 دقيقة يصير عندكم بهذا الشكل. وألف ألف عافية مقدما. لا تنسون إذا الفيديو عجبكم تحطون لايك وتسوون تعليق حلو وتشاركون الفيديو لأصدقائكم.